السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه مكتبه شويخي. كما العاده كما عودتكم دائما نجيكم جديد. اليوم جيتكم تاكوس كيفاه تلفوها، كيفاه تخدموها. تعرفوا كما تعرفوا التاكوس، كاين تاكوس مكسيكيه وكاين تاكوس فرنساويه. التاكوس مكسيكيه التقليديه هكا ورق تاكوس مفتوحه شغل متني على اثنين، هذه التقليديه. وكاين تاكوس الفرنساويه. والتاكوس كما تعرفوا كل واحد وكيفاه يفتحها وكيفاه يعمرها وباش يعمرها. كيما انا راك تشوفوا درت ورقه تاع فرماج واختاريت الوجه اللي يكون طايب مليح، درته هو لداخل باش البراني من بعد انا نزيد طيبه. درت شويه بطاطا. والتاكوس تبقى اختياريه، كي اللي يدير فيها اللحم الدجاج، كي اللي يدير فيها اللحم مطحون خروف، كل واحد وكيفاه. بطاطا كي اللي يدير فيها السمك، انواع السمك. احنا درنا فيها بطاطا، شويه فيونداشي مقلي، وشويه موزاريلا، فرماج موزاريلا. وبالصحه والراحه. شوفوا طريقه اللي باش تجيكم معكم مليحه. انايا درتها في الدار بنيتي، خير نشريها من برا، مضمونه وامنه. ما تنسوناش بليجام وبارطاج الفيديو واستافدوا في هذه الطريقه وتعلموا. هذا صلصه المايونيز مخدومه بالفرماج، روعه وشابه ما شاء الله، تعطي واحد البنه روعه تزيدها مذاق وتزيدها خفه. هذا موزاريلا مربي غليظ. المهم طريقة اللف هي اللي تركزوا عليها في هذا الفيديو. خواتاتي ما تنسوش بليجام بارطاج الفيديو. فوالا شوفوا مليح، تدركي عليها الداخل وتطلعي المثلث هذاك باش تجيكم مربعة وشابة. شوفوا تدركي داخل وطلعي هذاك المثلث. فوالا شوفوا الطريقة كيفاش جات مربعة ما شاء الله. وديريها في الطاجين ولا في البانيني تاعها ولا ما على باليش. المهم شوفوا الطريقه كيفاش جات تقرمش، جات طيبه ما شاء الله، جات هكا تسمع فيها القرمشه. فوالا راح نقطع معكم واحده وتشوفوا كل واحده كيفاه تعمريها. لكن الاختيار باش تعمريها، على باليش باش تعمر هذيك حاجتك. فوالا كيما تشوفوا جات روعه. ما تنسوش بلي جيم بارطاج الفيديو مره اخرى ان شاء الله.